يا مساء الفل والياسمين على احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما تيجي في وصفتنا ما تنسوش اللايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وكومنت حلو منكم يشجعنا ننزل فيديوهات طبعا بقى انت قاعده دلوقتي تحت البطانيه ومتكتكه ونفسك تاكلي حاجه حلوه بس مش عارفه. قومي بقى دعبسي كده زي حالتي. انا قمت دعبست كده في التلاجة، لقيت عندي عجوة، قمت نضفتها وغسلتها وصفتها كويس جدا وجبت الطاسة وحطيتها فيها وهبتدي ان انا اشوحها مع معلقة زبدة او سمنة، بس الافضل تحطي عليها سمنة بلدي كده ايه تبقى طعمها حلو. وهبتدي ان انا احمرها، هفضل اقلبها كده علشان كلها تاخد سوا واحد وتبقى طعمها واحد، وافضلي قلبيها علشان ما تتحرقش منك. ولما تحسي ان هي كده ايه شبه يعني ايه دبلت شويه، حطي عليها ربع فنجان ميه، طبعا على حسب الكميه اللي انت بتعمليها، وافضلي قلبي فيها لحد ما الميه دي تنشف وتتحمر شويه صغيرين. حاولي ان انت تقلبيها كده باستمرار علشان ما تتحرقش بجد منك. بتبقى طعمها حلو جدا وبتبقى طعمها تحفه. دي بقى عايزه عيش فينو سخن او عيش تورتيلا، انا جربتها بالاتنين لقيتها بالعيش التورتيلا افضل. ويا سلام لو في عيش بقى بلدي لسه طالع من الفرن كده وموحوح، قصدي يعني لسه طالع من الفرن وسخن كده وجميل. ما تحطيش عليها ميه كتير، انا بحط عليها بس ربع كوبايه علشان ما تبقاش كريمي قوي، انا عايزه بحب ان انا احس بالبلحيه كده وانا باكلها بس. ولحد بقى افضلي قلبيها لحد ما العجوه تشرب الميه وخلاص، وتحسي ان ريحتها كده ايه استوت. وحطي عليها بقى سمسم، ده اختياري، عايزه تحطي عليها مكسرات برضو اختياري، انا بحبها كده الصراحه، بس انا كان عندي سمسم فابتديت ان انا احط ايه شويه كده صغيرين. جبت بقى العيش ايا كان نوع العيش اللي انت هتاكليه اللي تفضليه واللي متوفر عندك، ابتديت ان انا افردها كده في العيش. انا ما حطيتش كتير في العيش التورتيلا لان هو بيبقى خفيف جدا. وابتديت بقى ان انا اعملها رول واحطها على الطاسه اللي هي ايه تاخد تحميصه كده من فوق الوش. وبكده خلاص هو اتحمص معايا، خد تحميصه كده من فوق علشان كمان ما يفتحش ويقرمش معايا كده ايه سيكه وانا باكلها. هبتدي بقى ان انا اقسمها نصين، وشوفوا بقى الحلاوة والجمال بجد، حاجة وهم طعمها حلو جدا. بجد انت ممكن تقطعيها بقى كده شرايح صغيرة على قد اللقمة يعني، وتعمليها تحطيها كده ايه لضيوفك، بجد بتبقى طعمها حلو، مش هيصدقوا اصلا اللي انت عاملاه، هيصدقوا اللي انت جايباها جاهزة. وبس كده، ودي تكون وصفتنا النهاردة. باي باي.